اجي تشوف اخر الخرجات والسقطات الاعلاميه المصريه بعد الكارثه اللي دار حسين الشحات قدام الملأ، قدام الكاميرات، قدام العالم كامل. وحاولوا مجموعه من اعلاميين المصريين والناس يوتيوبرز حاولوا بان الازمه يلقاو لها شي حل ويرضيو الخواطر ويخرجوا من هذه الازمه. اجيو تشوفوا هذا لاعب دولي سابق، لاعب للاهلي ولاعب للزمالك. اشنو قال؟ شوفوا الفيديو مع بعضياتنا. اقول لك على حاجه بصراحه، هو حسين غلطان في كل حاجه، بس القلم مكيف. طريقه القلم وطريقه ايد حسين. بس ده كلام. طب ده غلط اهو. لا انا بتكلم على الطريقه. انا متاكد في هذه الاذاعه اللي سميتها تقريبا اذاعه الحدث، هاد خونا في الله اللي قال ليه طريقه الالم مكيفني. عرفتي واش كتعني؟ كتعني ديك التصرفيقه ولا التبرميقه ولا ديك الصفعه اللي خاد محمد الشيبي من عند الشحات عجباته هو. عرفتي شنو هو؟ عجباته بطريقه هستيريه لدرجه انهم قبل ما يبداو البرنامج كانوا تيضحكوا، وماشي بعيد انهم يكونوا اتصلوا حتى بالحسين الشحات وقالوا ليه راك راجل، راك كاين ملي صرفقت وصفعت الشيبي. هذه خرجه اعلاميه لواحد لاعب دولي سميتو معتز بالله اينو. وانا تنقول لك انت ماشي معتز بالله اينو، انت معتز بشي حاجه اخرى. انت اناء بما لديك تنضح، وانت ما عارفش عقليه المغاربه والمغاربه. انا درت فيديو قبل، اغلبيه التصريحات اللي كانت من عند الجمهور ديال الاهلي كانت كتبرر الفعل اللي دارو حسين الشحات. وانا تنقول لكم للمره المليار، لا حتى شي حاجه ما كتبرر الفعل اللي دارو حسين الشحات، لان الفعل اللي دارو حسين الشحات هو فعل ديال واحد عايش في مستنقعات. باش نكون معكم واقعي، كما قلنا حنا ما كنلوموش الجمهور، لان الجمهور عادي جدا، الجمهور يقدر يغلط، يقدر. انت ملي كتكون في التيران راه تتكون عندك سيكولوجيه الجماهير، اي حاجه دارها الجمهور تقدر ديرها انت معاهم، ماشي مشكل. وحنا ما كنلوموش الجمهور، بقدر ما كنلوموا الناس اللي كيكون عندهم تاثير لا في الشارع العام ولا تيكونوا قدوه ولا لاعبين كره، المهم تيكون عندهم جماهيريه وشعبيه واسعه وجريفه. على راسهم التصرف ديال حسين الشحات. اذا تصرف حسين الشحات بهذيك الطريقه كيفاش غيتصرف الجمهور؟ وإلا تصرف هاد معتز بالله إيناء، إلا تصرف بهذه الطريقة كيفاش غيتصرف الجمهور؟ قال لهم أنا طريقة الألم مكيفاني، جاتني واعرة خطيرة. عرفتي؟ قال لهم داكشي مسرحية، داكشي. ويقول لي داك السيد اللي حداه مع العلم أنه كاتم ديك الضحكه ديالو تيقول ليه لا صاحبي راه عيب وهادي وكذا، وعاد بدا تيقول لي لا انا راه هو دار فعل خطا وهذاك الشيء، ولكن الطريقه اللي دار بها وكذا وكذا عجباتني صراحه، ومتشبت بالراي ديالو. عرفتوا دابا شكون تيغدي الشارع المصري؟ شكون تيغدي الجماهير المصريه؟ كتغديها مستنقعات مع كامل الاحترام للجماهير المصريه. كاينين الناس اللي خرجوا وقالوا فعلا داكشي اللي وقع كارثه عظمى وما خاصهاش تتعاود وخاص اقصى العقوبات وما الى ذلك. كيبقاو ناس عندهم مبادئ واخلاق وقيم وشيم رجال، لان هذيك الضربه ما ترضاهاش العدو ديالك. انا باش نكون معكم واقعي لحد الان باقا هذيك الضربه ما دخلاتش ليا العقل ديالي، ما نكون معكم واقعي نهائيا. ان هذيك الضربه انا ما نرضاهاش للعدو ديالي، ما نرضاهاش لي ياخذها قدامي، لا خاذها قدامي وهو مظلوم انا نكون سند ليه في كتافه. ولا ما تخادش حق ديال الشيبي غادا تكون كارثه عظمى، لان مجموعه من المحترفين يقدروا ما يبقاوش يجيو النوادي ديالكم بصفه نهائيه وما يجيوش الدوري عندكم
بصفه نهائيه. وانا كنقولها للاعبين المغاربه للمره المليون، الخوت الله يرحم لكم الوالدين، الاحتراف في الدوري المصري لا يشرفكم نتوما كلاعبين مغاربه. ما تحترفش اخويا في الدوري المصري، سير شي بلاصه اخرى واحترف، سير قندهار واحترف، سير افغانستان، سير بنغلاديش، سير اي قنت، ما تمشيش للدوري المصري. الدوري المصري في السنوات الاخيره كيعرف واحد الكارثه، واحد سوء اخلاق وسوء تصرفات، كارثه عظمى يعني واحد البلطجيه ما كيناش. ما سمحوا لي باش نكون معكم واقعي، هذا هو اللي كاين لحد الان. واش وباقي ما استصاغوش داك الخسران ديالهم ديال اللقب ديال الاولمبي هنا في المغرب، ولا ما عرفش انا شنو واقع بالضبط. ولكن باش تصرف هذاك التصرف ويجي واحد يزيد عليه ويقول لهم انا داك الشيء عجبني، داك الشيء ناضي، اخويا والله العظيم الايام مدول. استي معتز بالله إناء، كون على يقين بان الايام مدول ان شاء الله. لا انت ولا الشحات ولا اي واحد كيطاول على المغاربه. باش نكون معاك واقعي، الايام دول، باش نكونوا واقعيين. هذا ميساج خذوا بعين الاعتبار، باش نكونوا واقعيين. جمهور مغربي من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب، والله ما يدوز عليكم هباء منثورا هاد التصرفات العنهجيه وهاد البلطجيه. باش نكون معكم واقعيين، نحن لا نحرض على العنف ولا على اي شيء، ولكن العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم. نقطة أخرى اللي غادي نشير لها قبل ما نمشي، جيت أنا خصيصا هذا الفيديو غير باش نرد على هذاك خونا في الله الشيبي أخويا. التصرفات اللي صدرات منك كتنم عن جبن أخويا الشيبي. داك الشيء درت أول حاجة ملي خدت الصفعة تردها صفحة أو صفعتين. ثاني حاجة في الكوروار ما تسلم على حتى شي واحد، ما تسامح مع حتى شي واحد نهائيا، وما تشرح حتى لشي واحد. واش انت واحد مسرق وغادي عنده في التيران باغي تبرر ليه؟ واش واحد ضاربك وانت غادي عنده في الكولوار كتبرر ليه؟ اشنو كتبرر ليه؟ واش انت اللي صافع ولا هو اللي صافع؟ انا ما فهمتش شنو انت، ما فهمتش. واش انت مغربي السي الشيبي؟ واش انت مغربي؟ انا تنسولك هذا السؤال، واش انت مغربي؟ الا كان عندك الدم ديال المغرب والمغاربه، راه المغاربه لا يرضون الدنيا ابدا. انت لاعب دولي يا صاحبي، لاعب دولي، ولعبت مع المنتخب المغربي الاول وعده مباريات. انت خويا فين ما مشيت تلعب مناش خايف، رد عطاك صفعه رد له الصفعه. وكاين شي وحدين كيبروا تيقول لك لا وراه شتمو، قال ليه مو، قال ليه اختو، قال ليه باه، وقال ليه كذا وقال ليه كذا. حتى حاجه ما كتبرر هذا الفعل نهائيا، باش نكونوا واقعيين وصريحين. التعليقات اللي جات عندي انا نقدر نحط لكم شي وحدين في من هذوك التعليقات في الفيديوهات. الفيديو اللي كان قبل غتشوفوا بان جميع الجماهير المصريه تبرر الضرب والصفعه اللي تلقاها الشيبي بانه سب فلان ومن حقه يضرب، وكانه الاب ديالو، وكانه خدام عنده وعبد عنده وصي عليه. تخيل معايا. ولكن هما كتغديهم مستنقعات، الجمهور كتغديه مستنقعات، وعلى راسهم هاد خونا في الله اللي كاين في هاد قناه الحدث اللي سميتو معتز بالله إناء إينو، كتغديهم بحال هاد المستنقعات. والشبكه الاعلاميه والناس المسؤولين على الاعلام في مصر الله اعلم فين كاينين، وحنا كنعرفوا بان الاهلي المصري راه هو الدوله بالضبط. انت ملي كتهضر على الاهلي كتهضر على الدوله المصريه صافي من الاخر. هذا هو اللي كاين باش نكونوا واقعيين. وراه شفتوا رابطه الانديه باقي ما وصلهاش الشكايه ديال بيراميدز، ناضت دارت عقوبه ايقاف مباريتين و40,000 جنيه تقريبا، واحد الخلاص ديال الشحات لمده ساعتين ولا 3 مع الاهلي المصري صافي، باش لجنه الاخلاق وهذاك الشيء ما تتحركش، ويعني ما توصلش الامور شي حوايج لا تحمد عقباها. يقدر اللاعب يوقفوه لمده عام ولا موسم كامل ما يلعبش بصفه نهائيه، وهذا الشيء اللي خاص يكون فعلا. الا كان الحق يتخاد هذا الشيء اللي خاص يكون. والسي الشيبي كما قلت لك انا، راه الدم ديالك انت ماشي مغربي، وحقك الا ما جبتوش في التيران فعلى الاقل انك
كتتبع المساطر او المسطره القانونيه باش تجيب الحق ديالك، لان هذا الفعل فعل جبان جبان جبان. وحنا ماشي من دعاة الفتنه ودوك الناس اللي تيقولك لا حقا كتحرضوا بين شعبين شقيقين. اترضى للشقيق ديالك انت اللي كتقول لي هادو، وهذه وصلاتني في التعليقات، انت اللي واش ترضى للشقيق ديالك انه يتصفع قدام العين ديالك وانت كتشوف، زائد انك كتبرر لهذاك اللي صفعوا بانه عنده الحق، يصفعوا وكانه هو عبد عنده مستعبدو خدام عنده، ولا هو الاب ديالو ولا الاخ ديالو، ولا تيبرروا الجماهير المصريه كتبرر. انا لا اقول الكل، ولكن كتبان الأغلبية الساحقة كتبرر الفعل ديال الحسين الشحات الذي يشحت الأخلاق. أنا داك السيد والله العظيم إلا كنت نحترمو بزاف، علاش؟ غير على هادوك الدينارين اللي عنده هنايا. قلت السيد غيكون أخلاقا بزاف، أن لابارونس ديالو المظهر ديالو كيبين لك بأنه سيد متقي الله وغادي يكون أخلاق، ولكن والله العظيم شي هذاك السجود ديالكم اللي كديروا في التيران ما هو الا نفاق. باش نكون معكم واقعي، واش انت اللي كتدخل لاعب مع خوك المسلم وكتهدو انك تهرسو وما عرفتش شنو دير ليه، واش هادو اخلاق ديال المسلمين؟ واش انت كتدخل انت في الماتش اللي لعبتو هنا ديال الاولمبي مع الزلزولي كنتو غادي تهرسو، واش هادي اخلاق ديال المسلمين؟ واش نتوما اللي هرستو التيمومي وساليتو المسير ديالو في 1985 في نهائي عصبة الابطال او نصف نهائي عصبة الابطال الافريقيه اللي جمعت ما بين الجيش الملكي والزمالك المصري، وهرستو التيمومي وسالات المسيره ديال التيمومي، لعبنا 86 وضعنا في التيمومي وضعنا في المسيره ديال التيمومي، وهددتو عزيز بودربال وكنتو قاب قوسين وادنى انكم انت هو تعطبوه، وعطبتو وكنتو غتعطبوا لينا اشرف حكيمي في كاس افريقيا الاخير اللي تنظم في الكاميرون وخرجنا منه قدامكم بربع النهائي. واش نتوما عندكم اخلاق ديال المسلمين وتصرفات ديال المسلمين؟ لا، هذا الشيء اللي كديروا لا يبت للاسلام ولا للمسلمين بسهله. باش نكون معكم واقع، هذه حقيقه. واش التصرفات اللي دارها المنتخب الاولمبي ديالكم هي تصرفات كتمثل المسلمين بصله؟ واش التصرفات اللي ضربتوا البنت بالقراعي وما عرفت شنو درتوا في رونتوا الدنيا لمجرد انكم خسرتوا اللقب؟ واش كون خسر الاهلي اللقب مع الوداد في كازا كنتوا غتخرجوا من التيران؟ ما كنتوش غتخرجوا، كنتوا غديروا شي كارثه عظمى. احتفزتوا باللقب عاده. واش هذه هي المره الاولى اللي كتعداو على الشيبي؟ انا في الفيديو السابق راه غنخلي لكم اللي ديالو لتحت، راه الشيبي ديجا تعديتوا عليه، ماشي اول مره كتعداو على الشيبي. يعني نتوما حاقرين الدري حقره، علاش؟ لانه لاعب غريب عليكم محترف عندكم وانتوما ما عندكمش رادع. الاهلي المصري ما عندوش رادع، كما قلنا لكم بان الاهلي هو الدوله المصريه بالكوادر ديالها هي الاهلي. الناس ديال الدوله هما اللي مأسين ومحاطين الاهلي. يعني الاهلي كيدير ما بغى وما كاينش شي واحد يعاقبوا. وانتم كتشوفوا خرجات ديال الاعلاميين كيفاش، وناس واحد لاعب دولي وقال له الصفعه عجباتني، عرفتي شنو قال له؟ كيفتني بحال ضرب عليا ما عرفتش شنو، قال له جاتني واعره ان الشحات يصرفقوا. علاش؟ لانه هو الطاول. واش لاعب الطاول؟ احنا شفنا في المباراه ديال فالنس وريال مدريد، راه فينيسيوس جونيور قال لي ما تهبطوا، كان سب عنصري وهذه. واش شفتوا شي واحد من اللاعبين مشى ضرب فينيسيوس جونيور؟ واش شفتوا قالك واحد تعلق ليا وقال لك لا حق زيدان راه خسر بلادو لقب عالمي لمجرد تصرف ما عرفش التبعات ديالو، تصرف ما عرفش التبعات ديالو. ولكن زيدان راه اللاعب ضرب اللاعب ديال ايطاليا وتخاد له حقه في البلاصه. حق الشيبي فينا هو. وانتوما كمسلمين انصر اخاك ظالما او مظلوما، فينا هي؟ انتوما كتنصروا اخاكم ظالما او مظلوما. هو الشحات لا، انصر اخاك ظالما. كيف انصره ظالما؟ يعني نقول الحق، ومظلوما ندافع عليه. انت الشيبي راه خوك، نصرو ظالم ونصرو مظلوم.
حتى الشحات وكان انه تقاسوا لا نصروا ظالم ونصروا مظلوم. باش تعرفوا المستنقعات، انا جيت غير نوصل لكم هذه الكلمه، المستنقعات اللي كتغدى عليها الجماهير المصريه راها بانت لكم بلا ما نطولوا الهضره. ونتمناوك السي الشيبي بما انك ليس لك ما عندكش الدم المغربي انك تحافظ وتدافع على حقك قانونيا حتى تجيب، ولا ما جبتوش هذه ما نسامحوش لك فيها نهائيا. واخا حنا ما مسنا حتى شي حاجه من هذاك الشيء وما بغيناش الكرامه ديالنا تكون في الارض حنا كمغاربه. السلام عليكم.